يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي. العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي. تقواك خير الزاد فاستغني به، عن كل زاد تصلحي وتطيبي. يا نفس حي على الفلاح ألا اتقي، مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي. زاد الغريب. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نجدد الترحيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخنا الكريم، حياكم الله. بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدارين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع الصحب الكرام، اللهم رضي الله عنهم جميعا. كنا توقفنا في الحلقة الماضية من برنامجكم زاد الغريب مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني عند نقطة مهمة جدا. شيخنا، النقطة اللي توقفنا عندها هي ذكرنا نصين. النص الأول كان نص الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله، حين قال: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. والحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حين قال لأصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تقدمون على قوم لهم دوي بالقرآن. فذكر لهم أنه هو يعلموهم الوضوء، أحكام الشرعية وغيره. لعله قد يظهر نوع من التعارض ما بين النصين. أبو حنيفة يرى أن الكلام عن السيرة فيها نوع من الأسوة، وهذا هو المنهج القرآني وما تفضلت وأكثرت الكلام عليه، وقلت إن مربط الفرس وإن العودة الحقيقية لنا لن تكون إلا بإدامة النظر إلى سير القوم، وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال هذا الأمر. هل هو مذهب خاص لعمر؟ هل هو وجهة نظر؟ هل ما هو؟ قد يظهر تعارض ما بين النصين. كيف يمكن أن نعالج مثل هذه المسألة شيخنا؟ أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الملحظ الذي لاحظته أنت وجدير بالنظر، أنه في الوقت الذي يقول فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه أن النظر في سير الناس والتقاط الأشياء الصغيرة من حياتهم ترفع من درجة ائتساء المرء بهم، في الوقت الذي نهى عمر رضي الله عنه أن يسرد الصحابة حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقولوا لهم دقائق الأمور والكلام ده. قد يبدو تعارض، لكن إذا علمت اختلاف الزمن واختلاف المحل لم يظهر تعارض. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر الرجم على المنبر وقال: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أن يقول الناس لا نجد الرجم في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، في الهامش بتاع المصحف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحدا شيئا في المصحف يخالط القرآن لقرب عهدهم بالقرآن، لأنه ممكن يكتب على الحاشية شيء يظن القارئ أن المكتوب على الحاشية جزء من القرآن. ماذا كان سيكتب؟ هل سيكتب الآية التي نسخت؟ لا مش يكتب الآية، ممكن يكتب الآية التي نسخت أو يكتب تفسيرا للآية، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أمرت رجلا أن يكتب لها مصحفا، وقالت له: إذا وصلت إلى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، آذني، أخبرني. فلما وصل إليها جاءها وقال: وصلت. قال: اكتب حافظوا في المصحف، في سياق المصحف: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. أو ده كان موجود في مصحف عائشة، جعلته كالتفسير لمعنى الصلاة الوسطى. تاخد بالك ازاي؟ وهذا الحديث الصحيح يعني.
كان ممكن أي حد يكتب تفسيرا للقرآن على حاشية المصحف، أو آية منسوخة على حاشية المصحف، فالذي لا يميز، لا يحفظ القرآن ولا يميز، قد يجعل في القرآن ما ليس منه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحوه. تمام؟ فعمر بن الخطاب مع أناس حديث عهد بالقرآن لم يتمكن القرآن منهم، لم يحفظوه كاملا، واخد بالك ازاي؟ لم يستحضروا آياته، يقول: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، على أساس هم على العهد الأول، من كتب عني غير القرآن فليمحوه، تمام؟ لكتبتها على حاشية المصحف. فمن السهل جدا أن كان في ذلك الزمان البعيد يختلط القرآن بغيره، سواء كان مدرجا كالتفسير أو كانت آية منسوخة إلى آخره. لكن في زمان أبي حنيفة خلاص شاع الأمر، استقر كل شيء. ولو إنه واحد مع مصحف وكتب تفسيرا على حاشية نسخته لما أنكر عليه أحد آنذاك. فالمحل الذي قال فيه أبو حنيفة رحمه الله هذا الكلام يختلف عن المحل الذي قال فيه عمر رضي الله عنه هذا الكلام. وإلا فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حكى حكايات كانت تجري له مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن غالب أمره هكذا. ولعمر رضي الله عنه مذهب خاص في طلب العلم. لا، كان ينهى عن التحديث. إذا رأى رجلا كأبي هريرة يكثر كان يعلوه بدرته وينكر عليه أن يحدث. الذين اليوم ينكرون السنة يحتجون بفعل عمر، يقولون كان عمر يضرب أبا هريرة على الحديث، لأن أبو هريرة أتى بروايات كثيرة جدا جدا. ده راجل أساسا سنة 7 والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 10 ولا 11، واخد بالك إزاي؟ 3-4 سنين. مسنده يتجاوز 5000 في مسند بقي بن مخلد، أحاديثه أبي هريرة تتجاوز 5000. أبو بكر الصديق مسنده في أكبر مسند في الإسلام الآن وهو مسند أحمد بن حنبل 81 حديث مقابل 5000 لأبي هريرة. وأبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من إمتى؟ منذ أول يوم. يبقى إزاي يبقى يحدد ب 81 حديث الذي لزمه طيلة حياته حتى من قبل البعثة يعني وهو معه، وأبو هريرة اللي بقى له 4 سنين يحدد ب 5000 حديث، واخد بالك إزاي؟ فمن أين أتى بكل هذه الأحاديث؟ كان ما يترك شاردة ولا واردة إلا سجلها. طبعا الكلام فيه طويل الذيل، يعني على الأقل مثلا لما في صحيح البخاري لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أبو هريرة: ما ظننت أن أحد يسألني عن هذا غيرك لما أرى من حرصك على الحديث. الله أكبر. أسعد الناس بشفاعتي من مات وهو يقول لا إله إلا الله، واخد بالك؟ وفي كمان أبو هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا قلته. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي فوالذي نفس محمد بيده ما نسيت شيئا مما حدثني بعد هذا. كرامة لأبي هريرة. الدفاع عن أبي هريرة كثير وأنا بسطته في مواضع كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله يعني هو كان مذهبه التحديث، مذهبه التحديث، ومذهب عمر ألا يحدث، مذهب عمر ولا اعتراض بين الأمرين. بالضبط، ما فيش اعتراض بدليل أن الصحابة كلهم خالفوا عمر في هذا. نعم. عائشة خالفت عمر، مسندها ثاني أكبر مسند. نعم. بعد أبي هريرة ابن عباس ابن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر مسنده من أكبر المسانيد، وعبد الله بن عمرو بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وهؤلاء وجابر بن عبد الله الأنصاري وهكذا يعني. فدول مسانيدهم كبيرة، من مسانيد الكبيرة ومن المكثرين من التحديث ومن الفتوى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الثلة اللي احنا بنقولها يعني. وهو ما كان يتردد حتى في طرح النصح على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والنبي يسمع منه برحابة الصدر لأن عمر هو عمر. فلما كان يقول له لما في حديث من قالها موقنا بها قلبه دخل الجنة. لا وإحنا كمان ممكن بنفس اعتراض المعترض نعترض عليه. نعم. إذا قال أين أبو بكر من أبي هريرة، فنقول له طب أين عمر من أبي بكر؟ عمر اللي أنت بتحتج به أنه كان يضرب الناس على التحديث، انظر إلى مسند عمر كبير. نعم. إذا قيس بمسند أبي بكر. طب أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عمر بزمان، 6 سنوات أو 7 سنوات بزمان. تاخد بالك إزاي؟ فكيف قل مسند أبي بكر وكيف طال مسند عمر؟ كبر يعني مسند عمر. نعم. والكلام نفس اللي هو بيقوله نقدر نعمله مع عمر بن الخطاب ومع أبي بكر الصديق
رضي الله عنه. فالقصد إن ما فيش تعارض يعني لاختلاف المحل. وأنت أحيانا في الفتوى التي في الحلال والحرام تبيحها في زمان وتحرمها في زمان، على حسب وضع الناس. وانت عارف الفتوى إنما تنزل على الشخص، الفتوى الشرعية، بخلاف ما لا يجوز تغييره كالعقائد كالأخلاق كالسير والقصص، ده ثابت ما تقدرش تقول فيه أي حاجة. العقائد هي العقائد، إنما الذي يتغير الأحكام الشرعية. فعلت كذا فهل جائز؟ يعني خليني معلش أضرب مثل، الكلام يتشعب بينا بس أحيانا الإنسان بيتكلم بكلام مجمل في السكة الفائدة يعني. هذا زاد الغريب، يتكلم بكلام مجمل في الطريق ممكن يعمل إشكال. يعني صحيح. الإشكال اللي أنت لاحظته ده وإحنا لحد النهارده بنجليه، إنه ما فيش أي اختلاف ما بين رواية قول أبي حنيفة رضي الله عنه مع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واخد بالك إزاي؟ ابن عباس في قاتل المؤمن له مذهبان، هل له توبة وليس له توبة؟ بالضبط كده، هل له توبة ولا ليس له توبة؟ الأشهر عند ابن عباس أنه ليس له توبة، واخد بالك؟ حتى أنه يعني قال لما سئل هل لقاتل المؤمن توبة قال ثكلته أمه وأن له أن يتوب. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه على كفه يجر قاتله إلى ربه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، أنا لا مجرم ولا عملت حاجة ولا أذيته، بيقتلني ليه؟ عشان أنا ملتحي؟ عشان أنا متسنن؟ عشان ظبطني في الجامع بصلي؟ ويقف لي على باب الجامع والعربية موجودة وياخد كل اللي جوه الجامع يركبهم العربية عشان يوديهم السجن. طب خد بالك، وقد يموت هذا في سجن وقد يقتل في التحقيق والكلام ده. سل هذا فيما قتلني، الله أكبر، واخد بالك؟ ومن الغرائب إنه ماشي من غير راس يوم القيامة بقى، يوم القيامة يمشي ورأسه على كفه، مش موجودة على رقبته، على جسم في رقبته على جسمه علشان يشوف المشهد والكلام، على كفه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فابن عباس كان يذهب المذهب الأشهر له أنه ليس لقاتل المؤمن توبة. وبعدين في مصنف ابن أبي شيبة حديث قتادة، لا ما أنا أجي لك، مصنف ابن أبي شيبة روى بسند صحيح أن رجلا أتى ابن عباس وقال يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا، على مذهبه، تمام؟ فقال له أصحابه ألم تحدثنا أن لقاتل المؤمن توبة؟ ده المذهب الثاني بتاع ابن عباس. قال بلى ولكني رأيت في عينيه الشر. عايز يروح يقتل واحد وجاي ياخذ فتوى ويروح يقتل، بالظبط كده. اقول لك ابن عباس انا قلت له فعل وفعل وفعل قال اذبحه، تمام؟ وده فقه المفتي يعني. رايت في عينيه الشر. ايه بقى الاثر اللي ابن عباس قال ان لقاتل المؤمن توبه فيه؟ روى هذا الاثر الامام البخاري في كتاب الادب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال بينما نحن جلوس مع ابن عباس اذ جاء فتى فقال يا أبا العباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب وتب إلى الله واجتهد يعني في الطاعات والكلام. قال فلما مضى الرجل سألناه لما سألته عن بر أمه؟ فقال ابن عباس أنا لا أعلم عملا يقرب من الله مثل بر الوالدة. الله أكبر، واخد بالك؟ إذا ابن عباس هنا يرى أن لقاتل المؤمن توبة. يمكن أن يتغير اجتهاد العالم المجتهد أو اجتهاد المفتي، ففي زمان يقول بالمنع وفي زمان يقول بالإيه؟ يقول بالجواز. فعشان كده ليس هناك تعارض بين ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وبين ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. ده يعني مجمل الجواب. ولعل شيخنا الحبيب يعني يتضح هذا الأمر أيضا جليا حتى في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم حين يخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول لها لولا حدثان عهد قومك بالجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. أي نعم، ده صحيح. لعل بعد ذلك احتجوا بها فهدموا الكعبة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وقال يا أيها الناس وذكر العلتين. نعم. قال إن عائشة حدثتني بكيت وكيت وكيت، الحديث اللي أنت قلته الآن.
وأنا اليوم لا أخشى الناس وعندي مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر، لكن الإيمان استقر دلوقتي، وقلت بهم النفقة فلم يأتوا بالبيت على قواعد إبراهيم، قال أنا معايا فلوس. ولو كان بعد ما احترق البيت الحجاج والكلام ده، قال لو كان بيت أحدكم والله ما يعني سمحت له نفسه أن يتركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم وإني مستخير ربي. ابن عباس قال له بلاش واترك يعني أحجارا أسلم عليها الناس والكلام ده. هو ابن الزبير قال لا، لو كان بيت أحدكم والله ما تركه وإني مستخير ربي ثلاثا. وبعد 3 أيام قال فرق لي إني أنا أهدمها. طلع هو والجماعة فوق الكعبة، الكل المسلمين مشوا بعيد على بعد 500 متر، خايفين تنزل عليهم صاعقة من السماء تحرقهم، وهم كمان يروحوا في الرجلين بسبب القصة دي. لما لقوا بقى عمل يهدوا الكعبة وياخد الحجر ينقضه ويرميه تحت والكلام ده، ما حصل لهمش حاجة. تتابع الناس جميعا وإيه وهدموا البيت وبناه ابن الزبير، عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، على قواعد إبراهيم. فده برضو كمثال، وفي مئات الأمثلة على هذا تغير الفتوى من زمان إلى زمان. بس تحتاج إلى إن احنا قبل ما ندخل في الفقه دي في القصة دي نذكر قول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إنما العلم الرخصة من ثقة وإلا فالتشديد يحسنه كل أحد. إن أنا أقول لك سيبها خد بالأحوط، هو في أسهل من كده؟ طب ما أنا هسيبها، أنا هتضر لأني مصلحتي فيها. اديني علم صحيح، قول لي افعلها بشروط كيت وكيت وكيت، أتجنب الشروط وأفعلها. لكن أسهل حاجة اللي مش عايز علم الأحوط، خد بالأحوط، سيبها وخد بالأحوط. وأنت دي بخد بالأحوط، خد بالأحوط دي النهاية معناها إيه؟ أنني أخذت في ديني بالأشد فالأشد فالأشد فالأشد. أين بقى يسر الدين اللي أنا عايز أحس بيه، الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طالما كل حاجة تحتمل ان تكون حرام سيبها، ودي تحتمل ان تكون حرام سيبها، فانا همشي في الاشد حياتي كلها تتعقد. نعم. واخد بالك؟ عشان كده سفيان الثوري قال هذه المقالة الرائعة. لعل هذا قد يكون في على صعيد الشخصي، إذا أردت أن ألزم نفسي بالأحوطيات هي ذلك. بالضبط. لكن أما ما لا تلزم الناس في الفتوى بهذا. بالضبط. إذا أردت أن تأخذ نفسك بالأشد أنت حر. نفسك لا تستقيم إلا بهذا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني صعد المنبر وجمع الناس، وبعدين قال إني كنت أرعى قراريط لبني فلان على لقيمات والكلام ده، وبكى ونزل من على المنبر. قال له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك، وأنت قلت لنا إيه؟ لا قلت لنا حكم شرعي، ولا قلت لنا حاجة فيها سنة، ولا قلت لنا حديث. ده أنت طلعت شتمت نفسك ونزلت، وأنت أمير المؤمنين حقرت نفسك. قلت أنا أيام زمان كنت بشتغل عن بني فلان برعى لهم الغنم على شوية لقيمات أكلها. واخد بالك؟ وأمير المؤمنين لا ينبغي أن يفعل هذا، إنه يتواضع لدرجة إن السفلة يقفزون عليه. وانظر إلى دخول عمر الخطاب إلى بيت المقدس، كيف أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف لأنه كان بيركب مرحلة والغلام مرحلة، تمام؟ فجاءت مرحلة عمر وهو داخل بيت المقدس يخوض في الطين بقدميه، فقال له يا أمير المؤمنين كيف تدخل على هؤلاء الأقوام ورجلك متعصى طين وغلامك ولا راكب وأنت ماشي؟ الناس دول مش كده، هؤلاء الناس لا يعظمون إلا العظيم. فادخل بحشمتك وبإمارتك داخل على قوم كده. وأنكر عليه ووافقه عمر على هذا. فالعادة إن أمير المؤمنين إنه ما يجيش قدام الناس، لا سيما الرعاع والسوقة والكلام ده، ويقعد يقول أنا غلبان وأنا ما أعرف، ده أنا ما بسويش حاجة، ده الواد ده أحسن مني، وما يقولش هذا الكلام لأن هيبة السلطان ستذهب مع هذا. طب لماذا صعد عمر إلى هذا؟ قال: حدثتني نفسي بالخلافة فأردت أن أؤدبها. قالت لي يا ابسط يا عم، أنت النهارده أمير المؤمنين، لو شاورت قلت ده يقتل هيقتل، ده ياخد فلوس من بيت المال هينغنى، كلمتك ماضية. فأنت بقيت أمير المؤمنين هيص بقى وبتاع الكلام ده. فخشي على نفسه إن إذا ترك نفسه يسترسل مع هذا الخاطر الذي يأتيه وأنت أمير المؤمنين وأنت صفتك كذا ونعتك كذا، إنه يدخل في أراد أن يذلها بقى ويؤدبها. فده دواء لعمر، مش لكل من يأتي بعده في منصبه. نعم، لأنه يستطيع أن يوازن ما بين هذه ما بين هضم حق النفس وما بين شرف الخلافة وهيبتها، هيبة الملك. من مثل أمير المؤمنين رضي الله عنه. ده صحيح. إن صحت الألفاظ أو المصطلحات التي للأسف مرغت في التراب بسبب استخدامنا السيء لها، اللي هي كلمة الأبطال
لما أقول أبطال القصة، أبطال القصة أو أبطال بعض محاور ما تحدثنا به، ذكرت فضيلتك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وذكرت عبد الرحمن بن عوف، وذكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذه الحقبة وذكرت أبا هريرة وذكرت عبد الله بن عمرو في الإكثار من الإكثار يعني. ولكن أنا أقصد الثلاثة هذيل، يعني كأن عبد الرحمن بن عوف كان يشكل مرآة في حياة عمر بن الخطاب في كثير من المواقف. طبعا يقف له ليذكره: يا أمير المؤمنين كيف يدخل هذا علينا ومعنا أبناء مثله، لما كان يكلم عن ابن عباس رضي الله عنه، يكلم في مسألة الخلافة، يكلم أنه ما يزدري نفسه. وابن عباس الذي كان يدنيه عمر بن الخطاب غاية الإدناء، كأن الله عز وجل جعله سببا في مسألة الكلام ليهنك العلم أو يبارك الله له في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين. اللهم فقهه في الدين. هذه الشخوص وهذه الكوكبة لعلها أيضا تحتاج إلى إمعان نظر، كما تفضلت فضيلتك أنه هذا الجيل كانوا هؤلاء هم الرجال. طبعا هم رجال هذا الجيل. ده عبد الرحمن بن عوف له موقف رائع جدا جدا وخطير للغاية. ما أعرفش إذا كان وقت الحلقة يسمح. تفضل شيخنا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحج، بلغ مسامعه أن رجلا يقول: لو مات عمر بايعت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. أهي جت كده وخلاص. فلو عمر مات أنا فلان عايز أرشحه للرئاسة. تمام؟ زي ما عمر قال: ارفع يدك يا أبا بكر، أبو بكر رفع إيده وتمت البيعة، أنا كمان هاجي على واحد أنا بحبه وعايز يبقى هو الرئيس وأقول له ارفع يدك، وهتبقى فلتة زي عمر، زي فلتة أبي بكر. تمام؟ عمر سمع الكلمة دي، والحديث في صحيح البخاري. فقال عمر وهو جالس مع عبد الرحمن بن عوف: أما إني سأقوم الآن يعني وأخطب في الناس وأحذرهم من الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. يحذر بقى الناس. قال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أمهل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وسوقتهم ومن لا يفهمون عنك. تمام؟ فكل واحد ياخد الكلمة على حسب فهمه ويروح بلد يقولها. تمام؟ فأمهل حتى تأتي دار الحديث والسنة وتقول هذا متمكنا في وسط أصحابك اللي بيفهموا. تمام؟ قال عمر، أخو ده بينصحه لم يكابر. قال عمر: أما إني في أول مقدمي سأفعل هذا. فعدل عن ما كان يريد أن يفعله لوجود الناصح الأمين، المستشار الأمين، المرآة. قال له: ده الحج ده لم الناس كلها، اللي بيفهم واللي بيفهمش، واخد بالك، هياخدوا كلمتك ويطيروها كل مطار، والإعلام والكلام ده، وهيقول عمر قال، وعمر ما يقدرش هيجيب إعلام منين عشان يقول ده غلطان وده غلطان. يبعت في كل بلد كتيبة يعني عشان يصححوا المفهوم الغلط اللي الجهل دول نقلوه أو الذين لم يفهمون قالوا. المهم ابن عباس كان قاعد برضه مع عمر، تعرف كان هو معاه على طول. نعم. فقال ابن عباس: بكرته، راح الجامع مع عمر الخطاب، قال في أول لقاء لي مع الناس هقول الكلمتين دول. فابن عباس بكر بقى، راح بدري شوية وجلس بجانب المنبر. فجاء أظن زيد بن ثابت، فابن عباس بيقول له إيه؟ قال له: إن عمر سيتكلم الآن بكلام ما تكلم به قبل ذلك قط. فزيد قال: وما عساه أن يقول؟ ده معانا بقى له قرابة 10 سنين وقال كل اللي في نفسه، ما فيش كلمة تريد أن تقولها يا عمر إلا قلتها ونحن استوعبناها منك. إيه الجديد اللي ممكن عمر يقوله يعني؟ تمام؟ قال له: انتظر. خرج عمر صعد المنبر. شوف يا أخي، اتساء بوصية عبد الرحمن برضو، قال إيه؟ قال: إني، كلام معناه يعني، إني سأحدثكم بمقالة من وعاها عني فليحدث بها حيث انتهت به ركائبه. شوف آخر مكان يوصل له الكرة الأرضية هيكون فين، فليبلغ بها، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. الله. شوف برضه اللي عارف برضه إن المسجد ممكن يضم ناس مش على الفهم المطلوب أو الكلام ده، واخد بالك إزاي؟ مع إنه في دار الحديث والسنة يعني، واخد بالك، فيمكن أن ينقل خطأ، والرجل الفاضل ممكن يفهم خطأ يعني. تمام؟ وبعدين قال إيه؟ قال الكلام. فده موقف عبد الرحمن. انظر كيف أنقذ عبد الرحمن بن عوف الموقف كله،
ولم يجعل عمر يتكلم في الموسم أو أنقذ ربما يكون أنقذ الأمة كلها صحيح. بمشورة، لكن كان عمر يسمع له. الله. لم يستبد عمر برأيه وقل أنا اللي بفهم، أنا اللي بعمل، أنا اللي بخلي، الكلام ده لم يقوله عمر، إنما امتثل. ليست القضية فقط قضية مشورة، ولكن قضية من يسمع المشورة ويمتثل. بالضبط. رضي الله عن الجميع. بالضبط. لا زال الأمر يحتاج إلى تجلية أخرى. ده الحبل جرار، ده احنا هنفضل نتكلم للصبح. معك. لنا مزيد الشرف شيخنا الحبيب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ويبقى الحديث متصلا بإذن الله عز وجل، زاد لنا ولكل غريب في إقباله على الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك. وبهذا أحبتنا في الله نكون وإياكم قد وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامجكم زاد الغريب، والشكر موصول لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على هذه الرحلة الماتعة مع سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في زاد الغريب. وحتى نلقاكم في أمسية أخرى أقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي. العمر أقصر رحلة لا تركني، يوما إلى الأمل الطويل وتوبي. تقواك خير الزاد فاستغني به، عن كل زاد تصلحي وتطيبي.